صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا عدد في بدء ضعفا فقلت له لك بالله يا أبت من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتعالى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأحوى الحسن نحو الكساء. وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه وإني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاكنا ما نتات هذا الكساء. فدنو الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء.
قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإلا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين عليه السلام. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخيك ابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت فاطمة فلما اكتمل يميا تحت الكساء قال الله أعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعاد الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب تأذن لي أن هبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبطنا من جبريل وأقبلنا نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقال أذنني أن أدخل معكم فأنت معكم تحت هذا الكساء. فأنت أذنت يا رسول الله أن أدخل معكم. فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لتنصر هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال نبي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين لله ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسعدنا
وكذلك شيعتنا فعاشوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قدرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا وفي مأمون إلا وفرج الله حقه ولا مأمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فلنا فقال علي إذا والله فلنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت أعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الحسن وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جهادت الحسين عليه السلام شايات وبايات وتعبات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم قص أنت أول الظالم باللعن والذبي أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامس ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وعلى زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لعن الجبت والتاغوت. اللهم لعن الجبت والتاغوت. اللهم لعن على سعود. اللهم لعن بني أمية قاطبة على لعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا زيارة قبر حسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم ارزقنا توفيق زيارة قبر حسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلني ابنك وليا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.